السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. من المعروف شتاء يعني محشي. الشتاء داخل علينا ومحتاجين نتدفى وندفى عيالنا، يبقى لازم نعمل محشي. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل المحشي من اول كده، من اول ما نسلقه لغاية ما نلفه ونغرفه كمان. بس قبل ما ندخل ونشوف طريقتنا، الأول كده زي ما احنا متعودين نسمي الله ونصلي على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس أمرا، اللي لسه داخل القناة المتواضعة يشترك ويفعل زر الجرس ويشير الفيديو لأكبر عدد ممكن عشان غيرك يستفيد. ويلا ندخل نشوف طريقتنا. الأول كده ازاي أعرف إن الكرنباية دي كويسة ولا لأ؟ الأول أول ما تشوفي الكرنباية مدورة بالمنظر اللي قدامك ده، بصي هي مدورة وورق، يعني ممكن تشوفي ورقتين خضر في الأول كده، وبعد كده هتلاقيها زي ما انت شايفاها كده بيضة، مش صفرة، مش مندية. مندية دي اللي هي دبلانة. لا شوفوا بصوا ورقها يبقى بالمنظر ده، وتبقى مدورة من تحت ومن فوق بالمنظر ده كده. تمام، ما تبقاش ببوز، لو ببوز لا هتبقى مزرعة من جوه، هي لازم تبقى مدورة. تمام يا حبايب قلبي. شوفوا انا بعمل ايه. انا جيت قطعت الورق الاخضر منها ورقه ورقه كده، وجيت انا بوريها لكم اهو. نشوفوا انا بوريكم انها لازم تبقى مدوره بالمنظر ده وما تبقاش مكبوسه، يعني ما تشيليهاش كده تبقى تقيله معاكي وتبقى مكبوسه، لا، عشان تقدري ان انت تعرفي تسلقيها بعد كده وما تتهريش منك في السلق. لازم تجيبيها مفرطه كده، ورقها مفرط. تمام كده يا حبايب قلبي. وبعد كده تجيبي حله اسمها حله شاورما. حله شاورما دي اللي هي الحله الواسعه. تمام كده، الحله الواسعه اللي هي زي كده، دي مخصصه لسلق الكرنب. الحاجات دي بتسهل معاكي كتير قوي يعني. تمام، وبتروحي حطاها وبتروحي بتروحي بقى عامله الكرنبايه على كذا ناحيه. كل مدى تشيلي الورقه اللي تتسلق تروحي شايلاها وحطاها على جنب. الورقه اللي تحسي انها تتسلق تشيليها وحطها على جنب، ولازم تحطيها تحت الميه الساقعه على طول، علشان لو انت سبتيها بالميه السخنه كده هي بسخونيتها كده هيفضل يتهري منك بقى، هيتفاعل مع السخونيه ويتهري منك. تمام كده. وجيت انا اهو قطعته زي ما انتم شايفين كده، انا قطعته تقطيعه صغيره، او شوفي انت بقى، يعني في ناس بتحبها تقطيعه كبيره، تقطيعه وسط، انا بحبها التقطيعه دي. انت بقى زي ما انت شايفه بقى، يعني زي ما انت عايزه. تمام. يلا انا خلصت بقى سليقه اهون وعرفتكم بتختاري الكرنبايه على اي اساس. تعالوا بقى نعمل الصلصه. ضربنا القوطه في الخلاط، تعالوا يلا بقى نعمل البصل كمان. ضربت البصل في الكبه اهو زي ما انتم شايفين كده. والكاميرا لخفنت معايا وراحت وجت. يلا الحمد لله. المهم خليكم بقى معايا كده، ركزوا معايا. قطعنا البصل اهو زي ما انتم شايفين، وجبنا الحله اللي احنا سلقنا فيها، غسلناها كويس خالص، وبعد كده عملنا حطينا قطعه زبده وحبه زيت وحطينا البصل بتاعنا. تمام كده. انا البصل ده مش هو ده بس، يعني انا حطيت بصل تاني كتير، انا حطيت يجي 3 بصلات كبار كده حلوين. تمام كده يا حبايبي. انا اهو انا ما بحبش البصل بتاع المحشي يعني يكرمل ولا يدبق، يعني يا دوبك دبلان بس كده، حاجه كده بسيطه. واما كمان انا بحب احط الطماطم على البصل كده على طول، يعني انا بحبه كده بصراحه، بحس انه هادي شويه، وبحس ان بسكرت البصلايه اكتر. تمام. انا يا دوبك بس شمت النار كده ورحت نزلت بالصلصه على طول زي ما انتم شايفين. وهحط بقى بهارات. برضو مش بحب احط البهارات في المحشي كتير. بحب البهارات في اي حاجه، انا بحبش البهارات كتير، بحب انها تبقى هاديه شويه. البهارات بتاعتك ملح، كزبره، فلفل اسمر، كمون، ورق لوري، حبهان، ولو في عندك مستكه. بس عايزه اقولك تحطي كل حاجه بكميات بسيطه، ما تافوريش عشان ما تديكيش حمو كده فيها. طبعا الطماطم دي هنحط برضك معلقه سكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. تمام كده يا حبايب قلبي. وادي هو انا جبت الخضره، يعني دي ما اتحطتش، اتقطعت والله. انا صورتها بس التليفون حذفها ومش فاهمه ازاي. وانا بقلب لكم الخضره
على الرز. طبعا انا جبت الخضره ورحت مقلباها على الرز زي ما انتم شايفين كده، وجبت الحله بتاعتي. طبعا انا كان عندي ورق اخضر، فانا ممكن اعمل الارضيه دي طماطم وبصل شرايح كده، وممكن اعمله ورق اخضر. طب انا يعني انا الطماطم غاليه دلوقتي يا جماعه، طب انا استغل الورق الاخضر، انا كده كده مش هعمل بيه حاجه، فاستغله واروح حطاه طبقه من تحت. وهحشي بقى. انا كل البنات وامارات وسكرات كده وبتعرف تحشي، بس انا حبيت ان انا احشي كام واحده قصادكم كده، عشان التكرار بيعلم الشطار، هنسميها كده، التكرار بيعلم الشطار. انا هون بحشي اهون زي ما انتم شايفين. وفي بقى اللي بتحشي الحله بتخليها على شكل ورده، وفي اللي بتخليها كده. يعني انا مش ماليش طريقه معينه، يعني ممكن احشيها يعني اسويها. في ناس بقى بتعملها باشكال حلوه قوي، يعني بتعملها بشكل ورده، بتعملها بشكل دائري، بتعملها بشكل كده متساوي، صوابع جنب بعض، باشكال يعني بصراحه. يعني انا هوريكم انا عملت في الاخر ايه، وانتوا قولوا لي كده الشكل العام هيبقى شكله ايه يعني. تمام. انا هو زي ما انتوا شايفين انا بوريكم انا بحشي ازاي. اللي بتحشي زي كده تكتب لي في الكومنتات ان انا بحشي زيك يا ام ندى. انا بعمل شويه كده، وبعد كده برص بقى، يعني عشان بدل الغلبه ان انا كل شويه احط في الحله، كل شويه احط في الحله، لا، بروح عامله شويه قدامي، وبعد كده اروح رصه بقى الرصه بتاعتي الحلوه بقى اللي انا عايزاها يعني. تمام. انا بحاول ان انا دلوقتي اعملها على شكل دائره يعني، بس مش عارفه يعني هي كده فلحت معايا ولا لا، مش عارفه كده فلحت بصراحه ولا لا. ده الشكل النهائي ليها، انا عملتها بالمنظر ده كده. عايزه اقول لكم كان المحشي دون كان رهيب 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 يا طمويه بجد يعني. وادي اهو انا رحت حطيته بقى على البوتاجاز. طبعا حطيت العقد بتاعه شوربه، وحطيت في الشوربه معلقه بتاع دون زبده، ومعلقه صلصه. تمام. ورحت حطها عليه. دي بقى مالكوش دعوه، دي عكاوي، انا هعمل لكم فيديو مخصص بيها. عملت طاجن عكاوي مع المحشي ده، حاجه كده من الاخر، سكر فاخر، حاجه من الاخر. انا هو بوريكم برضو كل المراحل. كان الاول بيبقبق، دلوقتي ابتدى يتشرب شويه، وطيت عليه خالص. دلوقتي بقى في اخر مرحله، مرحله الغرف. انا اهو بنغرفه اهو زي ما انتم شايفين. وبصوا بقى يا روايحك ويا دخانك ويا ويا دفاكي بقى. والشتاء، هو الشتاء عايز محشي يا جماعه، الشتاء عايز محشي، ده من الاخر يعني. تمام. وده رز بريم انا كنت عاملاه جنب طاجن العكاوي، لاني انا عندي في ناس ما بتاكلش المحشي، فطبعا فعملت رز بريم او رز معمر، على حسب ما انتم ما بتقولوا. يعني البحيره، انا جوزي من البحيره، فانا واخده لغتهم شويه، فبيقولوا على الرز ده رز بريم. ففي ناس تانية بتقول لا اسمه رز معمر، فاهمين؟ فانا بتكلم بلغه اهل جوزي شويه بصراحه. فهم ده اسمه رز بريم. وادي المحشي، وادي العكاوي دي الطاجن العكاوي القمر اللي قدامكم ده، انا عامله لكم بيه فيديو، بس مش عارفه انا هنشر الفيديو ده قبل ولا بعد صراحه يعني. يا انا هنشر العكاوي الاول، يا هنشر الفيديو ده الاول، يعني مش عارفه بصراحه. وادي انا بوريكم العكاوي، بحمسكم للفيديو بتاع العكاوي. يعني انا لو نشرته هو الاول هحط لكم كده لينك الفيديو في صندوق الوصف، ولما انشر العكاوي هحط لكم لينك الفيديو بتاع المحشي برده في صندوق الوصف. ده او ده هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف عشان ترجعوا له وتشوفوا من الاول للاخر. تمام كده. عايزه اقول لكم كانت رهيبه، وهحمسكم للفيديو، ومش هقول لكم اي حاجه عنه دلوقتي الا لما تشوفوه بنفسكم علشان تحكموا بنفسكم. ونرجع بقى للمحشي بتاعنا والفيديو الاساسي بتاعنا. انا بوريكم اهو المحشي كده عشان ما تسرحوش مني في طاجن العكاوي وتنسوا المحشي. الاساسي بتاعنا المحشي. ويلا يا حبيبه قلبي، لو كنت وصلتي معايا لغايه هنا، يلا حطي اللايك الحلو بتاعك، وشيري الفيديو لاكبر عدد ممكن عشان غيرك برضه يستفيد. وبحبكم في الله كتير قوي، وفي رعايه الله، ومع الف سلامه. بحبكم كتير قوي، مع الف سلامه، احلى متابعين في الدنيا.